السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش قطعت الفيديو، كانت فيه شوية كلاب بتجري ورايا كده. الحمد لله ادينا شوية ادرينالين، انا معايا امتحان اصلا يعني مش ناقص. المهم حوار انك في كام معلومة كده لازم تعرفها عشان ما يضيعش منك يوم خالص ان شاء الله. يعني يوم الاجازة بتاعك ما تقربش منه، تمام؟ ما تقربش من يوم الاجازة بتاعك خالص، سواء كان يوم او نص يوم. جربنا كتير حكاية ان انت تكون ضيعت شوية او كده وتجي تعوض في يوم الاجازة، بيضيع لك ايام كتير بعدها. يوم الاجازة ده انت نفسيتك محتاجة ان هي تغير خالص اللي هي بتعمله، تمام؟ انت بني ادم برضه. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية، حصل معاك حاجة في اليوم، حصلت حاجة طوارئ، أنت خدت 5 6 ساعات بتعمل حاجة معينة، إيه، الحاج عايزك في موضوع معين، خلاص فاضل لك كام ساعة؟ 5. وأنا مثلا يعني اليوم بتاعي كله بالتاسكات بالمذاكرة بالرياضة بكله كان بياخد 15، يعني كان بياخد ال 15 ساعة بتاعت اليوم. خلاص فاضل لك 5، اعمل تلت كل حاجة أنت كنت بتعملها في ال5 دول. لا ما فاضليش 5، فاضل لي ساعة. اشتغل في الساعة دي بس، وأول ما تخلص الساعة خلاص ستوب، وروح بقى نام وابدا اليوم التاني من اول جديد. ليه مهم جدا انك تاخد الساعه دي او الساعتين دول او الوقت اللي فاضل في باقي اليوم؟ لان انت عارف الفتره اللي احنا فيها دي اهم قاعده فيها، ولو ما مشيتش بيها مش هتبني لا عقليه ولا التزام، ولا هيقعد معاك الموضوع انك ملتزم وعقليتك كده كويسه وصلبه لفتره طويله جدا. لو ضيعت يوم، احنا قلنا كده 20 مره قبل كده، لذلك الساعه دي انت تبقى خلاص ده اليوم ما ضاعش، لان انا كان معايا حاجه ضروري، رجعت في الساعه دي خلاص عملت فيها اللي عليا، تشيك، خلصت. حتى اليوم ده اكتبه تم، ما تقلقش يعني، تمام؟ الحاجه الثالثه ودي اهم حاجه فيهم كلهم، راح عليك يوم من النوم كتير، راح عليك يوم من الشيطان ضحك عليك، راح عليك يوم من اي حاجه ما كانتش مهمه او ما كانتش ضروريه، تعمل ايه فيه؟ اليوم ده مستحيل يروح، مستحيل. اياك تقول يعني حتى لو نومه، لو راحت عليك نومه انت ظابط منبه وراحت عليك نومه كتيره جدا ضيعت معاك معظم اليوم وانت اليوم ضاع، اياك تقول ان اليوم ضاع خلاص وهبدا من بكره. مفيش الكلام ده خالص، بالذات الفتره اللي احنا فيها دي وبالذات في اللي احنا بنعمله ده. مفيش الكلام ده خالص، هيضيع منك حاجات كتيره والله. اصل الفكره مش في اليوم يا اخوانا، ما اليوم ممكن يتعوض بطرق تاني، لكن الفكره في الفتره اللي احنا ماشيين فيها دي. مفيش حاجه اسمها يوم راح. اعمل ايه اليوم ده؟ مثلا انت مثلا يعني يومك فيه 12 ساعه، تمام؟ وبتلحق لك 3 4 ساعات راحه في الاخر، خلاص يبقى اليوم اللي راح ده اقسمه نصين، نص اجيبه على اليوم اللي بعده ونص على اللي بعده، تمام؟ لكن ما يروحش ابدا، ما نساهوش كده واقول خلاص حصل خير ولعله خير، ولا لا لا، مفيش الكلام ده. والله ما تروح لاي حد في الدنيا ملتزم وفعلا قوي عقليته جدا، مش هتلاقيه ابدا بيعمل اللي انت بتقول عليه ده. دايما بنسمعهم بيقول 5 سنين ما سبتش مش عارف ايه يوم، 6 سنين مش عارف. مش عايز اذكر لك امثله كتير، انا عارف الامثله مش عايز اذكر لك كتير عشان الفيديو ما يطولش، تمام؟ طيب لا يومي اصلا مش مستحمل وانا جايب اخري، خلاص يبقى اليوم اللي راح ده تقسمه 3 تلات، يوم على التلت اللي بعده ويوم على التلت اللي بعده ويوم على التلت اللي بعده، يعني تقسمه 3 تلات، تلت على اليوم ده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده. ليه انت بتأفور كده؟ ما خلاص يوم راح وابدأ من جديد احسن. كانش حد تعب. من احد المشاكل اللي هتحصل لك من الحكايه دي ان اي يوم هتبقى نفسك متعوده، ما فيش عقاب عليه. فاهمني انا بقول لك ايه؟ لذلك برضو مين علمني العقليه الكويسه جدا دي؟ واحد من علماء الازهر وانا عارفه يعني من فتره كبيره، هو من عندنا من البلد، راجل يعني كلمه ملتزم دي قليله جدا، عقليته في حته تانية خالص، فاهمني؟ كان بيقول لي دايما انا بقالي فترات طويله جدا 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 بنام 4 ساعات بس في اليوم. ما تسالش ازاي وما تسالش ليه وما تقوليش ده مش بني ادم. تسلا كان بينام 3 ساعات، ما تجيش عند تسلا تسكت وتجي عند الناس اللي هي اصلا يعني حياتهم مع ربنا وقيام وكده وبيحاولوا يقلدوا السلف، تجي تقول لي لا مش هينفع وده مش شيء مش عقلاني ومش علمي. لا، بينام 4 ساعات. قال لي جيت يوم نمت 5 ساعات، وهو طبعا عنده العقليه الالتزاميه اللي احنا بندور عليها دي. مسك نفسه في اليوم ده دعكها، عشان بس ساعه زياده نوم. فما تستكترش لما انا اقول لك يوم تقسمه مثلا على 2 او تقسمه على 3 وتعوض كل يوم. يعني بدل ما تعمل الحاجه بتاعتك في اليوم تاسكاتك، تعمل تاسكاتك وتلت، تمام؟ فما تستصعبش الحكايه دي، طالما انت عايز الحاجه دي ودخلت فيها كويس، داخل بجد، صدقني دي مهمه جدا. هو المفروض ان انا كنت وانا بتكلم دلوقتي اتكلم بتعبيرات وش قويه وحاجه اللي هو باين لك ان الموضوع صعب، لان الموضوع صعب فعلا، لكن الناس ما بيجيش معاها اول الطريقه دي وبتحس ان هي بدات احس ان هم بينفروا من الكلام، تمام؟ يعني فقلت اتكلم كده بالاسلوب العادي يعني. خلاص الفكره وصلت لك، مش مشكله. ادعوا لنا بقى معانا امتحانات. سلام عليكم.